وتلتزم المرأة الجدية في الكلام بعيدة عن الإغراء والإثارة. يعني عفوا، في امرأة عم تدق لصاحب المحل مشان تقول له إنه والله طلعت القطعة اللي أخذتها امبارح لبنتي كبيرة، ومع رقم تليفون المحل. حدق تليفون، هي حتقول السلام عليكم، إذا سمحت أنا امبارح جيت اشتريت قطعة ثياب لبنتي، بنطلون، اشتريت خراطة، وقلنا لك بدنا نجربها، والله طلعت كبيرة هذه الخراطة، إذا ممكن حببعتها مع ابني، نحتاج لقياس الأصغر، شكرا أخي، السلام عليكم. خلاص انقضت الحاجة. هلا في طريقة ثانية، صباح الخير، كيفك اليوم؟ خير، شو صوتك؟ تعبان؟ شو بدك فيه؟ تعبان لما فحصان، لما مرضان، لما ميت، شو بدك فيه انت؟ شو صباح الخير بعدين؟ ليش صباح الخير؟ ليش الخير؟ يعني هذا مد اصلا مد طبيعي، بده حركتين بس. ما بده. اي نعم، او عارض للسكون. طيب يا اختي، انت لابد، ما في مشكله، الاصل نحن ان يبقى الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، لكن اذا يا اخي احتجنا ان نجلس لابد ان نكون منضبطين بضوابط هذا الاختلاط. واحد منها الجديه في الكلمه،